أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، العيال الوهابية بترد على الدكاترة الصوفية اللي لا مؤاخذة بيرقصوا أثناء الذكر، فتشخيص العيال الوهابية دول محتاج دكتور يعرفنا الرد الأمثل على الأشكال دي. طيب نجيب مين يا بحبح؟ مفيش قدامنا غير الدكتور يسري، استخدم مع العيال الوهابية نظرية مش يمكن كذا أو يمكن كذا. طب هو قال إيه على الناس اللي بتتنطط وهي بتذكر، قصدي لا مؤاخذة بترقص؟ شفت واحد في اثناء الذكر مثلا اتنطط كده ولا بتاع، اعذره يا اخي، يمكن عنده دم لتحت في قعدت وجعه. مش يمكن عنده دم لا مؤاخذه في تيته. هو تقريبا كل الصوفيه عندهم لا مؤاخذه دمل. طب هو ليه ما بيعذرش العيال الوهابيه في اي حاجه هو بيخالفهم فيها؟ بص حضرتك، بما انه هو دكتور بشري، لو واحد راح له وقال له يا دكتور قلبي بيوجعني، هيقول له اكيد جوز امك وهابي. لو واحد تاني راح له وقال له يا دكتور ظهري بيوجعني، هيقول له اكيد بتشتري جبنه من عند واحد وهابي. يعني مفيش مجلس علم هتحضره، قصدي مجلس رقص هتحضره، يعني مفيش مجلس رقص هتحضره للدكتور يسري جبر الا وهتسمع كلمه العيال الوهابيه. طب لو هنفكر شويه بتفكير الدكتور يسري جبر بنظريه مش يمكن في الحاجات اللي ممكن نختلف معاه فيها، ده مش يمكن، ده اكيد. العيال الوهابيه بتقول ان ربنا في السماء وبيقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم زي مسائل الجاريه، اين الله؟ قالت في السماء. مش يمكن يا دكتور قصدهم ان ربنا في السماء في جهه العلو، جهه غير محيطه بالله؟ مش يمكن؟ يمكن. طيب مش يمكن ربنا له يد تليق بجلاله كما قال في كتابه يد الله فوق ايديهم؟ مش يمكن يقصدوا ان ربنا له يد لا تشبه يد المخلوقات؟ مش يمكن صفات الله اللي انت بتنكرها انت وامثالك؟ مش يمكن انت اللي لا مؤاخذه مش فاهم؟ مش يمكن. انا بقول نكمل واحنا قاعدين عشان الوقفه بتوجع لي ظهري، اصل بشتري جبنه من عند واحد وهابي، كرسي بيزيق. تعالوا نشوف شوية دمامل عند الطائفة الصوفية الأشعرية كيف يعبدون الله حينما ينقح عليه دمل من يمكن. خلونا نبدأ. شفت واحد في اثناء الذكر مثلا اتنطط كده ولا بتاع، اعذره يا اخي، يمكن عنده دم لتحت في قعدت وجعه، فلما استريح شويه وجعه وقام اتنطط، يمكن رجله نملت فبيعمل شويه رياضه. يمكن يا عم، اعذر يا عم. للساعات الواحد لما بيقعد مده طويله رجله بتنمل، يمكن عنده دم لتحت في قعدت وجعه. تقول ايه؟ يمكن عنده دم لتحت في قعدت وجعه. احنا لما كنا بنذاكر جماعه مع بعضنا واحنا طلبه، كان في بعضنا يقعد يذاكر فمن القعده رجله تنمل، يقوم يقعد يذاكر ويعمل رجله كده وهو بيذاكر، يبقى معناه الواد اتجنن؟ لا ما اتجننش كده، يبقى تصوف على طول يعني. بقى رجله نملت بيفهم حاجه غريبه قوي. فانت برضو اهل الذكر بيقعدوا مده طويله فبيحصل له برضو تعب في جسمه في مفاصله فبيتحرك، فسيبه يتحرك يا اخي، انت مالك بيه؟ يقول لك لا عايز كده، هو انت حجر؟ حاجه غريبه قوي، انت انسان يا ابني. لكن العقليه الوهابيه هي اللي خلت الناس تقعد تنتقد بعضها، بس ادي كل حاجه. طب ما انت بتنتقد الوهابيه اهو، هو انت مش بني ادم؟ هو انت مش انسان؟ ما انت بتنتقد الوهابيه، يعني العقليه الوهابيه اللي خلتك تنتقد، اللي خلت الناس تنتقد بعض. طب ما انت بتنتقد اهو. هو انت كنت وهابي يا يسري؟ كنت وهابي؟ لكن احنا اتربينا على ايه؟ اتربوا على كده، اتربوا على الرقص والهش الجش. يمكن عنده دم لتحت في قعدت وجعه. ادي كل الحكايه. بص بقى تعال نشوف شويه دمامل. هنشوف ايه؟ حوالي 5-6 مقاطع لشويه دمامل صوفيه. دول جماعه في حضره. الاخ اللي هنا ده عنده دم لا مؤاخذه تحت، وده عنده دم تحت، يعني كلهم عندهم دمامل يعني زي ما قلنا كده. واللي قاعدين حواليهم دول دكاتره بقى اللي بيعالجوا الدمل يعني. ده اول مقطع ابو الدمامل. اعذروا يا جدعان، اعذروا يا جماعه، يا وهابيين يا وحشين، اعذروا. عنده دمل من تحت فبيريح كده يعني. لا اله الا الله. ده واحد بقى الدم حرقه قوي فقام خبط دماغه لا مؤاخذه في الحيطه. طبعا هندري على الخبطه عشان ما ينفعش نعرض حاجات فيها عنف كده. بس الدم بقى ايه؟ يمكن عنده دم لتحت في لا ده مش تحت، ده فوق في دماغه ربنا يشفيه، ربنا يشفيه يا جماعه من الدم الاصلي، كله يهون الا وجع الدمل. اعذروا يا جماعه بقى، عايزين دين اعذروه. ده بقى واحد بيعلم الطفل الصغير ازاي يكون عنده لما يكون عنده دمل يعمل ايه.
عمك الحاج ابو لحية بيعلم الواد الصغير ازاي يكون صوفي متدمل. اه ده ولسه الواد عمال يمكن عنده دم لتحت برضه، يمكن لو هيديله الطبلة كمان شوية يشغله واللي جنبه هو ممكن يجيله دم الولد. مش عارفين انتوا قادرة. بس اعذروا يا جماعة، الكرسي ده مضايقني. اعذروا يا جماعة، اعذروا يا جماعة. ده بقى اللي بينزل في التعليقات يكتب كومنتات لما يكبر، يعني ينزل بقى يقول لك انتوا جماعة هبيين وحشين ما بتعذروش الواد الصغير ده، بس لما يكبر يبقى صوفي بدمل كده. مالي يا عم الحاج، ما دي بقى عنده ايه بقى؟ ما قالناش عليها. لما كده ماشي ممكن يكون عنده، مش عارف عنده ايه برضه دمل. كلها دمامل، هي كلها دمامل يا جماعه. دمل، عنده دمل يا جماعه، عنده دمل اهو. ما يلا يا دي انت اديله البتاع يطبل شويه، ده انت ماسك الطبله اديله يطبل شويه. يلا قال له اديله ولا لسه الدمل وجعه؟ هات بقى وشوف بقى الولد يعني متدرب يا عم، دمل بقى. المفروض بقى عمك الحاج اللي يقوم يورينا الدمل بتاعه، المفروض عرفنا كان موجود ولا مش موجود. ده بقى عمك الحاج في احد الموالد، يعني ايه على الهادي كده، واللي وراه برضو دول كلهم برضو يمكن عنده دم لتحت في في نقاط وجعه. ممكن يكون عنده برضو الدم الوجع، ممكن بس دول بيعملوا بوسطهم كده، مش عارف ده دم لفين بقى، مش عارف يعني. المولد كله عنده دمامل ولا ايه بالظبط؟ مش عارفين يعني. ممكن عدوى، ممكن الدمامل دي غير الدمامل الوهابية، دي دمامل صوفية. هو بيطبطب للدم يا جماعة. اعذروه يا جماعة، ما تبقوش وهابيين وحشين. دول بقى في المسجد الدم اللي حرقهم قوي، فقاموا ايه يطيبوا الدم شويه. عمك الشيخ، او ممكن يكون الشيخ هو اللي عنده دمل فهم ما حبوش يحرجوه ان هو بيتنطط لوحده فقاموا يتنططوا معاه، يعني بيواسوه. هو انت لما بتشوف واحد حزين مش بتحزن على حزنه؟ جبر خواطر، مع انك لما بتروح بتفرح عادي. هم دول كذلك. يمكن عنده دم تحت في، ممكن يكون برضه، ممكن يكون دم الوجع. جابوا الولي من الضريح حطوه في نص المسجد ولفوا حوالين منه. ممكن بيهولوا الدمل، ممكن. اعذروهم يا جماعه، بيهولوا الدمل. في وسط الجامع لازم تعذروهم. عمك الحاج نام بيشخر، هو مفيش حاجه تحت البتاع، بس بيوهموهم ان ده ولي يعني. هو راح يعالج الدمل وجاي وسابهم يتنططوا هم هنا. اوعى يا حاج قفاك، يا حاج خدني من وشك يا حاج لما تديني قفاك. ولسه ما هتشوف في دين التصوف، ولسه ما هتشوف. دول كانوا بيذاكروا زي الدكتور يسري جبر، فقاموا يعملوا رجلهم كده يعني، الدم اللي حرقهم. ده عسكري بدمامل ده ولا اللي ماشي خطوة يعني ده ولا ايه العالم المجانين دي؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الصوفية. الحمد لله الذي عافانا.